السلام عليكم. ويفوز المنتخب المصري على المنتخب الموريتاني 2-0 في تصفيات كأس الأمم بهدفين تريزيجيه تلعب الكرة من هنالك على الجهة اليمنى. مروان عطية يرجع مرة ثانية في الرأسية والدفاع. وحتى الفوز ما كانش بالطريقة المطمئنة. انت بتتكلم عن هدفين وكان في ضغط على الفريق المصري، ضغط رهيب من الفريق الموريتاني. حقيقة الفريق الموريتاني هو متطور بصراحة في كأس الأمم، كان حصان أسود وأدى أداء عالي جدا. لكن برضو زي ما قلت لكم قبل كده إن حسام عنده مشاكل فنية كتير، وهم أقل من الكوكبة من اللعيبة. نتكلم عن كوارث بصراحة النهاردة. لكن قبل ما نتكلم عن المنتخب هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، ان اي حاجة هنا مش بنقولها او اي اخبار اما اخبار كاذبة، ودي كتيرة جدا وباسم، وممكن تلاقيها مكتوبة على اسماء صفحات كبيرة، او اخبار غير مؤكدة يعني لسه، او اخبار ملهاش لازمة يعني مش مفيدة، زي مثلا اكبر قلعة رياضية في مصر، حاجة مش مفيدة ما ينفعش نقولها اساسا يعني. هي مؤكدة وتراشق ما بين الزمالك والاهلي، لكن هي غير مفيدة تماما. برضو حاجة غير مؤكدة زي عينات المنشطات لمباراة السوبر الافريقي. برضو دي ده يعني اخبار غير مؤكدة، والسوشيال ميديا عمالة طبعا تهري، لسه ما فيش اخبار برضو مؤكدة. من الحاجات المهمة المؤكدة هي الغاء بطولة دوري ابطال افريقيا، البطولة اللي خدها صن داونز، اللي أول بطولة كانت السنة اللي فاتت، فدي اتلغت عشان الضغوط اللي فيها الكاف السنة دي من بطولات كتيرة جدا، مضغوط في عدة بطولات، فاتلغت هذه السنة، ولكن من السنة الجاية هتتعمل. اتكلم برضو عن مشاكل بالنسبة للبرازيل، انه ممكن ما يكونش متواجد، وده لأول مرة في كاس العالم القادم. اتكلم عن برضه تصفيات اسيا من الكوارث. اليابان بتفوز على السعوديه، وده نتيجه السعوديه طبعا عدد المحترفين اللعيبه السعوديه مش متواجده في الدوري السعودي حتى، فاداء المنتخب السعودي بصراحه كان في منتهى السوء بالامس. لكن اذا رجعنا لمرجوعنا وللمنتخب المصري، طيب الشناوي، عبد المنعم، رامي، في إصابة كانت لعبد المنعم في الدقيقة يعني 67 أو 68، إصابة عضلية بسيطة يعني إن شاء الله. بتكلم عن محمد حمدي لاعب بيراميدز، وانا قلت لكم وشفنا اداؤه انه لاعب اقل يعني من اللعيبه اللي هي وخصوصا في المباريات الكبيره مش هتظهر، وهيبقى اداؤه سيء جدا. ممكن اداؤه ماشي، صنع الهدف الثاني رفعه يعني رفعه عاديه، وهي الانطلاقه الوحيده ليه، لكن هو عنده مشاكل كتير. بص كده اقل من اللعيب اللي المفروض يبقى في منتخب مصر. يعني عندك ممكن لو كريم فؤاد في حالته، كريم فؤاد ممتاز أدى مع النادي الأهلي، ولكن إصابته كبيرة. واللاعب الثاني اللي هو محمد حمدي، ده لاعب إنبي اللي موجود في الزمالك إعارة دلوقتي، لاعب يعني ممكن يجي منه كويس. اتكلم عن احمد عيد، لا احمد عيد اقل من منتخب مصر يعني. اتكلم في الطرفين بصراحه مشكله، وصعب ان حتى يعني نادي الزمالك سابه لانه هو لا يصلح اساسا. ماشي عنده حماس وعنده، لكن هو لا يصلح. في مشاكل مع عمر جابر، يعني عمر جابر افضل لاعب في الناحيه اليمين، مش عارف انا ايه مشكله حسام حسن. حتى عمر كمال ممكن هو اللاعب الثاني ما بياخدهوش لانه في مشاكل برضه معاه. اتكلم عن عناديه كبيره جدا، ودي واحده من مشاكل حسام حسن، لكن مش هي المشكله الكبيره. مروان عطية من أفضل لاعبي المنتخب، يعني واحد من أفضل اللعيبة بصراحة، ممكن نقول مع تريزيجيه النهاردة. حمدي فتحي لا ما ظهرش، هو لما رجع بدل عبد المنعم وطلع مصطفى محمد كان الأداء أفضل شوية. اتكلم عن صلاح. صلاح بيبقى ممسوك وبيبقى يكفي انه يعني احرز هدف للمنتخب. مرموش لا، مرموش ما اداش. زيزو كان مميز جدا، متحرك جدا. لكن زيزو مشكلته مع المنتخب انه المكان ده غريب عليه، انه خصوصا انه بيلعب في الناحية يعني. تريزيجيه اللي هو نجم المباراة، ومشاركة مع مروان عطية بصراحة يعني
مروان عطية ورامي ربيعة في كرة أنقذها في آخر المباراة. بصراحة حط رجله ومد يعني أفضل لاعب في الخط الخلفي رامي ربيعة. لكن أنا هقول لكم على حاجة غريبة جدا. أول حاجة هو ليه ما لعبش يعني من غير مهاجم مصطفى محمد؟ عمل كده لأنه هو احتار بقى. صلاح ده لا لازم يلعب، تريزيجيه عارفه ان المفتاح بتاعه وانه هو تميمة الحظ للمنتخب وهداف. زيزو عارفه انه متألق جدا، يعني تريزيجيه وزيزو هو محتاجهم لانه هم اللي هيعملوا له الفارق. طيب مرموش لا، ده مرموش جاي متألق وجايب هدفين في البايرن وقصة ما ينفعش اخليه احتياطي لتريزيجيه. طبعا صلاح ما هيعدش يجي جنبه اطلاقا، وبالتالي كان لازم يضحي بواحد ضحى بالمهاجم. يعني منتخب مصر مع موريتانيا بيلعب بدون مهاجم للسبب ده، هو فكر حسام حسن كده. بس هتكلم عن حمدي فتحي. كان أداؤه يعني النهارده أداؤه سيء، بعض الشيء ما ظهرش. اللي شال نص الملعب الخلفي كله كان مروان عطية، تدخلاته سليمة، عمل مباراة عالية جدا. لكن انت بتتكلم عن مشاكل، يعني المنتخب المصري لا في توجيهات ولا في فنيات ولا في أي حاجة، كلها اجتهادات وحماس من اللعيبة فقط لا غير. لعيبة عايزة تفوز وعايزة تنتصر وعايزة تنجح. المدرب لا يكفي الحماس، المدرب فكر مش حماس، الحماس ده للعيبة جوه. لكن حسام ابراهيم بتشوفوا ازاي بيتشنجوا منتخب مصر بالتوليفة اللي موجودة، صلاح، مرموش، مصطفى محمد. عايز مدرب عالمي. طيب عايزين مدرب وطني، يعني لازم يبقى مدرب وطني. في ممكن اقل حاجة يعني تتكلم في ايمن الرماد، مدرب سيراميكا، او يعني في بعض المدربين. يعني انا ممكن ارشح لك 5 6 اي واحد فيهم افضل من حسام فنيا. مفيش فكر. ما يعني بص كده بتتكلم منتخب مصر يقعد لغايه الدقيقه 70 وهو حايص ولايص في المباراه. ما يعني اللعيبه بتروح وتاجي مع بعضيها، لا انت عارف في خطه ولا فكر ولا يعني. كل القصص حاجات قديمه. اعتقد بالنسبه لصلاح عارف، وكان معترض صلاح وصلاح بيلعب وبس، لكن هو عارف انه مفيش، يعني ما عندهوش اي افكار متطورة بالنسبة للتدريب حتى على المستوى المحلي، اقل بكثير من كل هذه المدربين دي. يعني قناعاتي المنتخب يعني للاسف الشديد مش هيتعرف مستواه غير في بطولة كأس الأمم الأفريقية أو في كأس العالم لما يلعب ويحتك بفرق كبيرة، أو هتشوف مرة كبيرة. غير كده لا، المباريات سهلة، حتى تصفيات كأس العالم الفرق سهلة، وهنا الفرق سهلة للأسف الشديد. لازم يبقى في ضحايا، لازم يبقى في خسارة بطولة عشان انت تمشي مدرب. يا عم ما انت شايف لازم تتحرك. اتمنى يعني التوفيق لمنتخب مصر في المواقع دي.